عمر حياتي كامله معاه البحر. دم تاعي توا كان نعمل هكا وتذوق وتلقاه مالح. احكي لنا شوي. نتعب باش نحكي على البحر نتاعي انا، البحر نتاعي انا نسميه، راهو بحري انا، هذايا بحري انا باش نسميه ونحكي عليه. راني باش نتعب برشا على خاطر ما عادش باش نوصل نعيش معاه قد ما عشت معاه وقد ما ريت معاه. انا الموجه كي تجي تبدا جاي نعرفها شنو باش تعمل ونعرفها شنو باش تفعل ونعرفها شنو الدنيا الكل. كي نغزر من هنا نقعد كنت قاعد غاديك نحس على الحوت، راه نهبط نصطاد بعينيا بنضر راه حوت نمشي نهبط له، ما ريتش حوت ما نهبطش. السر اللي موجود في بحر رادس، البحر يبكي برشا على عباده. البحر يبكي برشا على عباده. تعرفش معناتها يبكي برشا ولا؟ مرض بحرنا، مرض. العباد تغزل له ما تنجم تعمل له حتى شيء، واللي قادره باش تعمل له. وان شاء الله ان شاء الله نتمنى على ربي قبل ما نموت نحب الراشة رادس كيما عام 90 و85 و70. عمري ما كنت نحلم بيه صعب شي يولي هكا شط رادس اللي انا مخلوق فيه. شط رادس هذايا وعشت فيه وجدودي عاشوا فيه وجيلي انا عاش فيه وتمتعنا فيه وشيخنا فيه. توا ولنا نقمة. أنا واحد من الناس مع نخدم فيه عمري كامل البحر، عمري 58 سنة فيه البحر هذا. عندي 30 سنة ما عمتش فيه، يوميا نهبط نصطاد فيه، و30 سنة ما عمتش فيه. تعرف شو معناتها عومان وخدمة مش كيف راهو. شنو هو الفرق؟ العومان تعمل ناتسيون، تعمل بلونجونات، تمتع بدنك، والخدمة تخدم تبل يديك وتبل ساقيك وتروح تغزر له وتروح. مصيد وكهو. مصيد ما عادش المصيد اللي كنا نصطادوا فيه. قص برشا حوت علينا مناش من التلويث اللي في البحر. من جاء التلويث اللي في البحر؟ البحر جاء من 3 حاجات اللي هما: عندنا واد مليان صبخة السجومي تصب فيه ويخرج البحر، عندنا الصبخة لوناس تاع رادس كاملة يصب في الصبخة ويخرج البحر، عندنا ستيك برودوي شيميك قاعد يصب في الماء البحر. الحوت يتحرق ويخرج. المرعى اللي كانت يجي الحوت ويعيش فيها نقصت، انقرض برشا حوت. كان عندنا برشا حوت تتمتع برشا عباد تجي الرادس. وين العباد اللي كانت تجي الرادس؟ ريت الوقت هذايا ما فماش فما 1500 مواطن في شط رادس. قداش عنده شط رادس من اللي مات؟ شط رادس من اللي مات من التسعينات، من 95 96 شط رادس مات صحيح، ماشي التالي ليس القدام. ما صارتش حتى محاولات باش يرجع من جديد كما كان؟ والله جرينا تكلمنا، نحن سلمين ياسر. البحار اللي في شط رادس سلمين برشا ما نحبوش نعملوا حاجات اللي باش نضروا رواحنا ونضروا غيرنا. نحبوا هما يفيقوا له وكاو. شط راهو من اكبر شطوط في شط الجمهوريه، اكبر شط راهو في الجمهوريه، راهو كانت فيه ناس تجي فيه شط رادس. شنو اللي كان يميز شط رادس على الشطوط الاخرى؟ شط رادس كان يميز بغلته، بالانزاز، بالتفاح، بالاخلاق الطيبه نتاع المواطنين اللي يسكنوا فيه، بالحوت نتاعو، بالبوري، العباد اللي تجينا نفرح بها ياسر. مازال البوري في رادس؟ مازال. كنا 100% تو ولينا 70%، معناتها 30% نقص، ومازال الشيء ينقص. ما عادش. انا واحد من الناس تو ولادي وين يعوموا نخسر عليهم ديبلاسمون فلوس باش يمشيو يعوموا في بحورات اخرين اللي هو البحر بجنب الدار، معناتها فهمتني. يعني عندكم بحر وما عندكمش بحر؟ شو ما عندناش بحر، نسمى ما عندناش بحر بالاسم رادس وبالاسم بحر. فما حاجات اساسيين نحاهم من شط رادس. ذكريات احكي لنا شوي على ذكرياتك في رادس. عندنا سقالة هنا بلونجوار، كانت عندنا خزنة متاع ماء، كان عندنا كازينو، ومن هنا نخيل، من هنا عندنا بنجلوات. كلهم وين مشاو كلهم حاشيك. هم حجر قدامك، هم حجر في شط رادس اللي انا كنت اعوذ بالله انا نردم روحي لهنا باش ديما ما نمرضش. الاسم اللي نعيش فيه تو وليت نلبس نعدي 3 شهور الصيف حافيين انا في شط رادس. تو وليت نمشي بشلاكه ونمشي بصباط ونمشي بسبادري باش ما نتضربش مناش التلويث والوسخ والحجرات. شط رادس عمري ما كنت نتوقع انا باش نهار يجي وراه شط هكا. الرمل
الرمل وين مشى ما نشرب. مشي على روحه، مشي على روحه، اللي تهز واللي جبته البحر جبته، مشي على روحه، مشي. يعني همل البحرات. انت تجي باش تنظف شط فيه الوسخ باش تنظف، وين نعطيك حل باش تنظفه، ما تمشيش بيه الحل نتاعي انا، تقول جاهل هذاك، وانا بالعكس يمكن نعرف خير منك. البحر شط يسمو تخربش ومن بعد يتلم الوسخ باش تعبيه برمله، انت تهز اليوم برمله ويجي غدوه الاخر ينظف برمله والاخر يرمله شهر من زمان. تو انت تصور اغزل من هنا مثلا الاسباس هذايا في الشتاء الموجه باش تولي في الكاس، هذا يجرى، هذا وسخ جابوا البحر يمشي على روحه. الماء هو هنا بحثنا وين واقفين نحن تو، فهمت؟ الماء يولي هنا شتاء يوصل الماء وين واقفين احنا. بالصور حفرها البلاصه دي الكل، يحفرها البلاصه دي الكل. هذايا شويه انتباه برك وشويه لهوه، شويه لهوه باش تشوف كيف يرجع. ينجم يرجع كما كان خير من اللي كان. اولاد رادس ما وقفوش لبحرهم. وقفنا لكن ما لقيناش شكون يعاونونا، ما لقيناش شكون يعاوننا، نحن نقفوا بالكلام، ما عندناش ماديات باش نحن نعملوهم. انتوما الدولة تعاوننا تقف معنا، الدولة تجينا الدولة وتعاوننا وتقف معنا، اما نحن رانا بالكلام وبالخبرة نتاعنا كبحارة نعاونوكم. فما برشا بحارة قالوا لنا اللي الواد هو مورد رزق، معناتها مورد يجلب الحوت، هو اللي الحوت يلقى منين ياكل. باهي وقتاش هي صحيحة كلمتك هذيا، اما عندي اللي فهمها راه وقتاش كان دواء ومرعى للحوت، وقت اللي كان الواد رابط مع البراجيت مع الزدود يخرج محلوم وغادي نظيف يهبط البحر يجي الحوت يتربى فيه ويبرى فيه. لكن توا مش ما براجيت قاعد يجينا، ما معامل وسخ مسخ ما يضر الحوت معناتها. نجمش تقف انت توا كان نهزك انا الواد مليم نجمش تقف قدامه، نصرف لك حل اللي خارج، نجمش تقف قدامه. يوناس كيف نحكيو شوية على الحوت في شط رادس. وين تنجموا معناتها شنو البقايع اللي عندكم، بقايع مخصصة تصادوا فيهم انواع الحوت ولا وين ترميوا الشباك تخطف؟ بالنسبة للبحر اقسام ورزاق ترزاق من عند ربي. نجم انا توا نرمي هنا نجيب خير ربي، نجم نمشي لاخر الدنيا نخسر ليسونس وموتور ونمشي وما نجيب شيء. هذاك اقسام ارزاق تحت الماء تمشي ما يعرفها حل ربي سبحانه اللي يعرف. اما شنو فما بلايص معينين اللي طلع فيهم قاروس، فما بلايص اللي طلع فيهم بوري، فما بلايص طلع فيهم دورات ورقه، فما بلايص طلع فيهم مربريه المنكوسه، فما بلايص معينين صحيح وشويه خبره من البحار. توا مثلا الوقيت هذايا شنو الحوت اللي موجود؟ تو البوري الورقه، تو داهم علينا الورقه. كان الورقه دهمت وباقي سمها غالي. لا ماهيش ورقه حيه، مش ورقه البحر. البحريه اغلى من المربيه. بالطبيعه البحريه اغلى، ديما اغلى البحريه. قد سومها البحريه تو؟ سامحني باش نعطيك مثال بسيط برشا. كيما تشري الدجاجه، كيما دجاجه عربي كيما دجاجه سوري مش كيف هكا، ولا كيما دجاجه مربيه، كيما دجاجه على فمها تعيش، البحر يعيش على فمه. البحر الناس كل تحكي خاصة البحارة واليوغت واللي البحر عنده فيه برشا أسرار. شنو الأسرار الموجودة في بحر رادس؟ إيه كم باش نوصلوا نحكيو على أسرار البحر، عمر حياتي كاملة معاه البحر. دم تاعي توا كان نعمل هكا وتذوق وتلقاه مالح. احكي لنا شوي. نتعب باش نحكي على البحر نتاعي أنا نسميه، راهو بحري أنا، هذايا بحري أنا باش نسميه ونحكي عليه. راني باش نتعب برشا على خاطر ما عادش باش نوصل نعيش معاه قد ما عشت معاه وقد ما ريت معاه. انا الموجه كي تجي تبدا جاي نعرفها شنو باش تعمل ونعرفها شنو باش تفعل ونعرفها شنو الدنيا الكل. كي نغزر من هنا نقعد، كنت قاعد غاديك نحس على الحوت، راه نهبط نصطاد بعينيا بنضر، راه حوت نمشي نهبط له، ما ريتش حوت ما نهبطش. بعيد ترى الحوت؟ راه ياسر الحوت، انا راه ياسر الحوت. البحار يلزم يعرف كل شيء. شوفها تنقص، راها تنقز الحوت. نعرف اللي هذيك مثلا مسرب نتاعو جاي مع بعضه، سيرتو الريح هذا يجيبوا لنا الحوت اللي من سليمان يبدا جاي يعرض الريح ويجي. الحوت عمره ما يهبط مع الريح، ديما الحوت يعرض الريح ويعرض الكرين.
اي حوت كاين. وقتاش يهبط من الريح صحيح اذا تعبوا فشل ويغلبوا الريح ويطيحوا. في برشا كرين البحر تا سنة يخوف برشا البحر. سنة نوعي برشا عباد ونوعي الناس الكل مش العباد. اياكم البحر، ردوا بالكم من البحر. السنة اخطر عام هو ريتو سنان في البحر. اخطر عام ريتو سنان في البحورات الكل. كان نفسروا للي يتفرجوا فينا اش معناها كرين؟ كرين توربيون تحت الماء، توربيون لوطة. تفهم فيا؟ معناتها تيارات مائية. مد وجزر يملأ ويقر في البحر. كان قبل يملأ البحر يعطيك مهلة تاع ساعة ونص، كي يقرف يعطيك مهلة تاع ساعة وساعة ونص. توا ولا كل درج يملأ ويقرف، يملأ تعدى برشا ماء ويرجع برشا ماء. ساعة صغير كي يجبد البحر يدخل يرجع عليه الماء بقوة، ما عادش يلقى روحه. علاش برشا موت السنة؟ البحر يقدر فيهم. اللي عندي اللي ما يعرفش، اما اللي يعرف يفهموا البحر. ماذا بي انا واحد من الناس كبحار وعوام وكل شيء، ما لزش روحي للهلاك. ما يعوم يعوم. في اخر الحوار احكي لنا شوية على شنو المدفون في بحر رادس، شنو السر اللي موجود في بحر رادس؟ السر اللي موجود في بحر رادس، بحر يبكي برشا على عباده. البحر يبكي برشا على عباده. تعرفش معناتها يبكي برشا ولا؟ مرض بحرنا، مرض. العباد تغزله وما تنجم تعمل له حتى شيء، واللي قادره باش تعمل له. وان شاء الله نتمنى على ربي قبل ما نموت نحب راشة رادس كيما عام 90 و85 و70.